قامت مؤسسة تكريم شخصية العام بالتعاون مع المنظمة العربية للتدريب وتنمية الموارد البشرية بتكريم الفنان الكبير محمد صبحي داخل قرية سنبل باعتباره شخصية العام نظرا لاهتمامه بالقضية الفلسطينية، كما تم منحه أيضا لقب سفير سيد الأرض، كما منحته المؤسسة مفتاح العودة تقديرا من الشعب الفلسطيني لمجهوداته في هذه القضية. تعالوا نشوف مع بعض مزيد من التفاصيل. مشوار طويل من العطاء الفني لصاحب الألف وجه الفنان القدير محمد صبحي. شخصيات باتت تمثل جزءا من الذاكرة المصرية والعربية، ودليل حي على وحدة هذه الأمة من المشرق إلى المغرب. وهنا في مدينة سنبل جاء وفد عربي فلسطيني يحمل باقة ورد ومفتاح العودة الفلسطيني وشهادة تكريم إلى الإنسان والفنان، وتحميله مهمة أن يكون سفيرا لدولة فلسطين، وهو أمر اعتاده من خلال فنه طيلة عقود ماضية. مؤسسة تكريم لشخصية العام ومؤسسة أم الأرض معنى قوي جدا لترسيخ الدولة الفلسطينية أو حق العودة أو عودة الوطن الفلسطيني للوطن العربي. هذا التقدير أو هذا التقييم يملأني سعادة كسفير لأم الأرض، رغم أنني كما قلت أنني منحت نفسي هذا اللقب وكنت سفيرا حقيقيا للقضية الفلسطينية منذ صغري، حتى في كل أعمال اللي قدمتها بعد كده كانت تحمل هموم القضية الفلسطينية على أنها مفتاح المشاكل العربية والعالمية أيضا. يعني هي رسالة وطن، وعندما تكون رسالة وطن فالتعب يكون شيء بسيط جدا. الوطن هو بحاجة أكثر أن نعمل ليل ونهار، وخصوصا إذا كان الوطن هو فلسطين وإذا كان الوطن هو سيدة الأرض. نحن الآن في مصر العروبة وفي قاهرة المعز جئنا كوفد لكي نكرم هذا الفنان القيمة والقامة العربية وليست المصرية فقط، بلقب لأول مرة عبر 8 سنوات في عمل هذه المؤسسة التي جارت كل العالم وكرمت في كل الشخصيات الاعتبارية على مستوى كل العالم، إنما كلقب سفير سيدة الأرض هذا لأول مرة اليوم يكون على شرف الفنان محمد صبحي. منح محمد صبحي لقب سفير سيدة الأرض تقديرا وعرفانا بالدور الوطني في رسم صورة حضارية عن مصر وشعبها، فضلا عن مساهمته في العديد من الأعمال الفنية والإنسانية التي تذكر الجميع بالقضية الفلسطينية. هو ده شكر طبعا على مجمل أعماله وتاريخه الفني، وطبعا الأستاذ محمد صبحي مش يعني غني عن التعريف، يعني هو الاسم لوحده بيخلي الواحد يكتر كل التاريخ الفني بتاعه والمجتمعي. مش عايزين ننسى موضوع المجتمعي ده، لأنه مؤخرا يعني مشروع تطوير العشوائيات ده اللي محدش تنبه له غير الأستاذ محمد صبحي، وده بدافع الحس الفني العالي اللي عنده والوطنية العالية جدا. كان لي عظيم الشرف اني احضر النهارده او المنظمة تشارك في تكريم او منح لقب سفير سيدة الأرض الفنان محمد صبحي. الفن أقوى سلاح في مواجهة المغتصب، ومحمد صبحي فنان فريد استطاع خلال نصف قرن أن يقدم رسالة صادقة وصلت إلى كافة أرجاء العالم العربي. أحمد بيومي لبرنامج صباح البلد.